بعد فترة من القلق والتوتر عاشتها خديجة وعائلتها، جاءت الأخبار السعيدة التي كان الجميع ينتظرها بفارغ الصبر. هشام الذي كانت حالته الصحية تشغل بال الكثيرين بدأ يظهر تحسنا ملحوظا، مما أثار الدهشة بين الأطباء الذين لم يكونوا يتوقعون هذا التطور السريع. في الفيديو الذي نشرته خديجة على حسابها في انستغرام، شاركت مشاعرها الصادقة وعبرت عن شكرها لله على هذه المعجزة التي منحت هشام فرصة جديدة للحياة. كانت كلماتها مفعمة بالأمل والإيمان، حيث أكدت أن ثقتها بالله كانت أكبر من أي توقعات أو تقديرات طبية. الأطباء الذين كانوا قد أبلغوها سابقا بأن حالة هشام ميؤوس منها، وجدوا أنفسهم في حالة من الدهشة بعد التحسن المفاجئ لحالته. خديجة لم تنسى أن تشكر جمهورها الذي وقف إلى جانبها بالدعاء والدعم خلال هذه الفترة الصعبة، وأشارت إلى أن الأطباء في فرنسا بدأوا يضعون خطة علاجية جديدة لهشام، مع احتمالات قوية للتعافي الكامل إذا استمرت حالته في التحسن خلال الأيام القادمة. هذه الأخبار المفرحة لم تقتصر على خديجة وعائلتها فقط، بل شملت كل من تابع حالة هشام بقلق وترقب، ليشعر الجميع بفرحة كبيرة وإيمان متجدد بأن الأمل لا ينقطع مهما كانت التحديات.